لكن هو الأعلى رتبة والأقدم في سوريا، إذ أنه مضى على وجوده في سوريا منذ الثمانينات، يعني قبل الأحداث السورية. وهو يعني ضليع بالملف السوري وبالأزمة السورية بكاملها. وطبعا أشرف على عمليات قتال ضد تنظيم القاعدة في بلاد الشام، جبهة النصرة وداعش، وكان له دور أساسي في قتال داعش وفي قتال القاعدة في مختلف المناطق السورية. هذه أعتقد أنها يعني صيد ثمين بالنسبة لسوريا لإسرائيل. العدو الإسرائيلي عندما تأكد له أن الهدف موجود والمعطيات دقيقة، قام بإطلاق صاروخ عليه تماما. عندما تأكد بسمير القنطار مثلا، فورا لم يتردد وأطلق صاروخا عليه لكي يضرب المعنويات من خلاله. لكن تعودنا أنه أكثر من 450 غارة إسرائيلية على سوريا منذ عام 2015 حتى اليوم. ما تزال سوريا واقفة وصامدة، وما زال القوات السورية قوية، وما زال القوات الحليفة والرديفة موجودة. لم تؤثر هذه الاغتيالات ولا هذه الغارات على مراكز وعلى مخازن أسلحة وغيرها، لم تؤثر على الوضع في سوريا، وبقي الوضع يعني الأفضل. لذلك لجأت الولايات المتحدة إلى الضغط الاقتصادي على سوريا، وهو بقانون قيصر، حيث هناك عملية تجويع للشعب السوري تحت عنوان قانون قيصر. أي لا يجرؤ أي تاجر أجنبي أن يورد بضاعة إلى سوريا ولا يتعرض لعقوبات أمريكية sanctions، فتقفل حساباته وشركاته كلها. ولذلك هذا الإجراء الاقتصادي هو دليل عجز العمل الحربي الذي تمثل بنحو 450 غارة حتى الآن، من ضمنها اغتيالات، وأهمها اغتيال الشهيد رضي الموسوي أول من أمس. واشنطن عند استحقاقات بدء الانتخابات، تحضير يعني بعد العام الجديد بده يبدأ الانتخابات التمهيدية والحملات التمهيدية داخل كل حزب. وفي ملف الحرب بالشرق بغزة وفلسطين ملف ساخن، ولا يزال يتقدم نشرات الأخبار، ولا يستطيع أي قوة إعلامية أن تزيحه من مقدمات نشرات الأخبار أو مقدمات الصحف. نعم. كما أن هناك تغيرا كبيرا في الرأي العام الأمريكي، الذي يبدو أنه كان بحالة لا وعي، وأنه يؤيد إسرائيل بشكل آلي وتلقائي، بينما الآن شاهد على التلفزيونات جثث الأطفال والعمليات والتدمير التي تقوم به إسرائيل، فسأل كفى أن نحن يعني نعطيهم الأموال لكي يقتلون الأطفال والنساء. هناك كلام كثير، وهناك تظاهرات وصلت إلى داخل الكونغرس وفي معظم المدن الأمريكية، ومن الأمريكيين وليس من العرب يعني. نعم. لذلك هذا أمر يؤثر على الرأي العام، وتحديدا على الرئيس بايدن الذي سيكون أسير الحملة الانتخابية. كيف سينهي بايدن هذه الحملة وقد ورطته قوى المقاومة في مشاكل أكبر؟ يعني مثلا موضوع باب المندب والتحركات التي يقوم بها البحرية اليمنية. وأعلنت أنها يعني كل سفينة إسرائيلية أو مملوكة جزئيا أو كليا من إسرائيليين هي ممنوعة من المرور في بحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر. لذلك عملية اختطاف سفينة واقتيادها إلى الحديدة أيضا، وعمليات القصف على السفن التي لم تمتثل لإشارات القوات البحرية اليمنية بالرجوع، أكدت جدية هذا القرار، وأدت إلى وقف عمليات الشحن إلى مرفأ إيلات. وحاليا مرفأ إيلات هو اسمه مرفأ أم الرشراش مبدئيا. صحيح. هذا المرفأ شبه متوقف عن العمل يعني. نعم. وضربة كبيرة اقتصادية. التبادل الاقتصادي بين إسرائيل والشرق متوقف حاليا، وإذا كان هو موجود عبر دوران حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح، فإنه مكلف كثيرا ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية. نعم. أما حل الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تحيل الموضوع إلى مجلس الأمن وتستصدر قرارا دوليا، لأن هناك فيتو روسي وصيني، لا تستطيع. لذلك بادر وزير الدفاع إلى تشكيل مجموعة لحماية الازدهار سماها. صحيح. طيب إنه شو الازدهار؟ طيب في يقال إنه إسبانيا انسحبت، يقال إنه في دول انسحبت،
هو عم بشكل هذه المجموعة لحماية الملاحة كما يسميها. من الطبيعي أن تكون مصر والسعودية أعضاء فيها، لأنه صحيح. هي دول متشاطئة على البحر الأحمر. صحيح. رفضت كل من مصر والسعودية المشاركة فيها، فإذا فقدت قيمتها الجغرافيا السياسية، يعني نعم. الجيوسياسية. فرق بده يجي واحد من هولندا أو من الكاريبي اللي جاي في حماية البحر الأحمر ما لها معنى يعني. ثانيا، إذا أرادت الولايات المتحدة وهي قادرة وعندها مدمرات بالبحر الأحمر قادرة أن تواجه البحرية اليمنية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى نشوب نزاع مسلح في منطقة باب المندب، وبالتالي إقفاله نهائيا بوجه صحيح. جميع أنواع الملاحة. تعقد الأمور أكثر. وليس فقط كما يعمل أنصار الله توقيف الملاحة المتجهة إلى إسرائيل. ستكون الولايات المتحدة الأمريكية بإقفال الملاحة بعد أن يكون هناك نزاع صحيح. عسكري كليا على باب المندب، وذلك يثير أزمة أكبر وارتفاع بأسعار النفط. صحيح. إنسانية، لكن وقف إطلاق النار ما وصلنا. مم. كيف بدنا نوصل لتسوية سياسية يعني؟ يعني هذا كلام كبير كتير. تسوية سياسية بعده بعيد برأيك؟ بعيد طبعا، بعيد. يعني ما في معطيات لتسوية، ما حدا عم يطرح تسوية، ما حدا عم يطرح شيء يعني. نعم. كل ما سبق وقلت لك، كل ما يطرح انه اليوم التالي. طب اليوم التالي عادة يكون بعد انتهاء الأحداث. حدا قدم لنا تصور كيف ستنتهي أحداث غزة؟ ليه بيقول لك اليوم التالي أنتوني بلينكن أو الرئيس بايدن أو بعض العرب وكذا؟ اليوم التالي إنه معناتها حماس مهزومة ونشوف شو بدنا نعمل بغزة هيك. بس لكن حماس ليست مهزومة، وليس هناك تقدير حتى عند الخبراء الإسرائيليين واللي عم نشوفهم بوسائل الإعلام إنه هزيمة حماس ممكنة، وحتى رئيس الأركان بيقول إنه بدها أشهر. نعم. فإذا أي يوم تالي عم يحكوا. لذلك موضوع انه تسوية سياسية ينبنى عليها تسويات بالمنطقة موضوع مبكر كتير عليه بعد. نعم. طيب لكن يعني نحن اليوم بإطار العمل إذا صح التعبير يعني شبه اليومي. البداية ستكون مع وقف إطلاق النار، ومن بعدها يعني يمكن الحديث بمسودات أو مقترحات ستأتي من دول عدة برأيك؟ يعني أنا بقدر جاوبك على سؤالك بالعودة إلى عامل الزمن، إنه نحن هلا وين صرنا باليوم ال81 وماشيين. نعم. مع عامل الزمن إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي عم يتراجع، وهذا كلام طالع نعم. من بنك إسرائيل ومن الاقتصاديين. المجتمع الإسرائيلي أيضا عنده أزمة. القيادة الإسرائيلية فيها نزاعات بين بعضها. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أن يمتد النزاع زمنيا ويطال الحملات الانتخابية الرئاسية يعني، وهذا أمر يعني أساسي عندهم إعادة انتخاب بايدن. لذلك في حرص أمريكي على إجراء أي تسوية. بالمقابل أنه صحيح في سبق مع الزمن بالتسوية، لكن تسوية أو وقف إطلاق نار أمريكي وبقاء حماس يعني هزيمة لأمريكا ولا يعني ما في مهرب يعني. بعده هلأ في فجوة كبيرة بين المواقف، فجوة كبيرة كتير يعني. حاول المصري والقطري ردم هذه الفجوة، لكن الجانب الفلسطيني رفض أي شيء قبل وقف إطلاق نار وانسحاب القوات. نحن بعدنا بهالمرحلة هاي. بس اللي ما بيسأل عنه هو الزمن بيمشي. عرفت كيف؟ الزمن بيمشي والاقتصاد الإسرائيلي بيتأثر. وانتبه في شغلات يعني كانت باينة انه محدودة، هي العراق مثلا. العراق بتعرف انه الامريكا قابضة على العراق، ماسكة العراق بخوانيقه يعني بتبيع العراق بقيمة 80 ل 100 مليار دولار نفط بيروح على البنوك الامريكية. بيشتري عراقي الامريكي يا بيدفع حسب منين اشتراه يعني. ممنوع يشتري من سوريا انين زيت، ممنوع. بس بيروح بيشتري من تركيا بيسمع. بيشتري غاز من ايران مشان كهرباء ممنوع يدفع، ما بيدفعلوش غاز. هلا لهم عليهم 12 مليار دولار غاز حاجزينهم الامريكان يعني. ممسوكه الامريكا والسفاره فيها 3000 عنصر وماسكه كل شيء. لكن شفنا هلا تفهم حاله تفلت عراقيه من امريكا. صار في قصف حسب البنتاغون على 70 عمليه قصف على اهداف امريكيه، لكن مؤخرا راح قتيل وجريحين. نعم. فدخلت الولايات المتحده الامريكيه وعملت قصف بمناطق جرف الصخر وبعض المناطق بجنوب العراق للحشد الشعبي. شو معناتها؟ معناتها دخلت أمريكا بنزاع داخلي يعني. إذا توسعت أعمال
القصف من المقاومة العراقية نعم. كائنا من يكون، ما بعرف سمياتهم، المقاومة الإسلامية في وفكرة الرد الأمريكي، معناتها ستجد الولايات المتحدة الأمريكية أمام حرب في العراق. أيضا موضوع اليمن إذا استمرت أشهر ولم تستطع أن تتدخل نعم. مع الحوثيين فهذه فضيحة. وإذا تدخلت ورأت نفسها وسعت النزاع، وهي لا تريد توسيع النزاع، الولايات المتحدة ما بدها توسيع النزاع، فإذا ستجد نفسها في نزاع في العراق، وفي نزاع في البحر الأحمر، وأساسا في نزاع بغزة، والضفة ملتهبة، وجنوب لبنان عامل جبهة، فاتح جبهة. يعني في سبق بالزمن. لا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية قادرة بكل إمكاناتها كدولة كبرى عظمى منتشرة عسكريا في المنطقة أن تفرض ما تريده بالوقت الحاضر، لأنه أول كلمة من الرئيس بايدن أنه ما بدنا توسيع النزاع، وبيقول أنه عم ينصح الإسرائيلي، واتصل بنتنياهو ما يهجم على لبنان. أنا تقديري ما يهجم على لبنان حفاظا على إسرائيل أكثر من أنه حفاظا على لبنان يعني. نعم. لأنه الإسرائيلي ما قادر يفتح جبهتين سوا، هذه يعني الناحية العسكرية عم بحكي، شو بدي بالسياسي. نعم. لذلك يعني لابد من تنازل أمريكي إسرائيلي، وإذا لم يحصل تنازل أمريكي إسرائيلي نحن رايحين على أوضاع صعبة جدا. وهذا يعني أنا اللي كنت عم بسألك إياه قبل ما تجاوب حضرتك، لأسأل معناتها نحن يعني أمد حرب مفتوح. نحن يعني ما فينا نحد نقول بعد هذه المعطيات يمكن أن نشهد. ما فينا نحن ناخذ بمنطق نتنياهو يجب القضاء على حركة حماس والقبض على قتل قياداتها. ما فينا لأنه نمشي بتقييمك كعسكري جنرال، اليوم اللي عم بتشوفه من المقاومة الفلسطينية تشي بماذا؟ بأنه هيدي المقاومة لا تزال، أو هذا يعني المجموعات المسلحة إذا بدنا نقولها يعني هيك، هي بعدها هالقد متماسكة وقادرة على يعني القتال والمواجهة لوقت مفتوح؟ يعني هذا ما يقوله المسؤولون العسكريون الإسرائيليين والخبراء والصحفيون الإسرائيليين. أنه بعد شبكة الأنفاق تبين أنها معقدة أكثر مما كان يتصور الإسرائيليون. يعني بعدين حتى هذا النفق اللي بمنطقة شمال غزة ببيت لاهيا طوله 4 كيلومتر، نعم، وبعيد 400 متر عن الحدود الإسرائيلية، عن معبر إريتس. صحيح. هذا النفق صوروه على أنه فضيحة، أنه إنجاز كبير. وهذا تبين لما نزلوا أنه عمقه 50 متر وواسع كتير، تبين أنه فضيحة. صحيح. تحول من إنجاز لفضيحة. أنه كيف على 400 متر من الحدود بيصير في بناء نفق مثل هيدا وما بتحسوا وما بتلاحظوا ولا شيء؟ عندكم أهم أجهزة استخبارات بالعالم، أهم كاميرات تصويرية، وأهم يعني وما شفتوا هالشيء. يعني أنا كتبت بمقالتي عن فيلم ذا جريت اسكيب، الهروب الكبير تبع ستيف ماكوين. صحيح. اللي بيكونوا بمعتقل بيصيروا يحطوا التراب بجيبهم ويروحوا يكبوهم، ضلوا على أشهر لحتى يحفروا يعني واحد نفق أمتار يعني لحتى يعني فإذا في تقصير استخباري كتير، يعني تحول لفضيحة أكثر من هو. كما أنه وجود هالنفق مقطوش يعني غير متصل بنفق آخر نسف قضية إغمار الأنفاق بمياه البحر. ما قديش سمعنا فيها 3-4 أيام. صحيح. صحف الأمريكية مانشيتات، وول ستريت جورنال، نيويورك تايمز رح يغرقوهم بالمي كلهم وحطوها. شوي طلعت القصة أنه المهندس اللي عامل هالأنفاق أو المهندسين حاسبين على الحساب هيدا، وتبين من هالنفق أنه الحساب محسوب. لذلك تراجعت بالإعلام، ما عاد حدا حكي فيها قصة غمر الأنفاق بالبحر بمياه البحر. صحيح. يعني في سلسلة إخفاقات كبيرة كتير عندهم، لا يمكن وصول إلى تسوية إلا بتنازل كبير بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وإلا الأمور رايحة يعني بشكل مفتوح. نعم.